الملائكة، مين هم الملائكة؟ وإيه وصفهم؟ وعددهم قد إيه؟ ملاك معناها حامل لرسالة، وبعد كده استخدمنا الكلمة دي لوصف قوات روحية سمائية الغير جسدانية. والملائكة زيها زي كل الخليقة، ربنا هو اللي خلقها، لكن محدش يعرف بالتحديد اتخلقت امتى أو ازاي. والأنبا غريغوريوس النزيانزي بيقول إنها اتخلقت قبل خلق العالم، والدليل على كده لما ربنا كلم أيوب في إصحاح 48 وقال له: أين كنت عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف بنو الله؟ والملائكة هي أرواح نورانية روحانية بلا أجساد كثيفة زينا، وهي كائنات خالدة وحرة وليها إرادة، وكمان ليها معرفة واسعة وعميقة. والملائكة بتتصف بالقداسة والطهارة، وعددهم كبير جدا مش بينتهي، زي ما بيقول الكتاب المقدس في رسالة العبرانيين: بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية وإلى ربوات هم محفى الملائكة. بس السؤال هنا، هم ليهم ترتيب معين؟ وهل عملهم هو توصيل رسالة وبس؟ ولا ليهم أهداف تاني؟ ده اللي هنعرفه سوا في الحلقات الجاية.